لأنكم لسه متابعينا، وأتمنى تكون الوصفات الصحية اللي بنقدمها لكم بتساعدكم تختاروا نظام حياة صحي ومتوازن. إحنا النهاردة هنفطر فول، والفول من الأكلات المصرية المفضلة عند الناس على الفطار. النهاردة هنديكم طريقة سهلة وبسيطة وخفيفة لعمل الفول. كل اللي هنعمله إنه هنهرس الفول وهنضيف عليه فلفل ألوان وبصل أخضر متقطع ورشة كمون ورشة ملح وعصرة ليمون. انتوا ممكن تعملوا الخلطة اللي انتوا بتحبوها وتضيفوا عليها الخضار اللي انتوا بتحبوها وتبعتوا لنا وصفتكم على الانستجرام، وما تنسوش تعملوا هاشتاج اخترت صحتي. هنغرف طبق الفول، وعشان نخليه صحي اكتر اخترنا زيت الزيتون، وهنحط عليه شوية بقدونس، وبكده بقى عندنا طبق فول صحي وخفيف ولذيذ ممكن نفطر بيه جنب سلطة خضراء وعيش بلدي. كلنا لما اصحابنا بيبقوا عندنا في البيت وبنتفرج على فيلم غالبا نبقى عايزين ننقنق في حاجة، والنقنقة دي بتبقى يا اما حاجة دسمة يا اما حاجة مش صحية. النهارده احنا هنعمل فشار. الفشار من الحاجات اللي سعراتها حرارية قليلة جدا، بس هنعمله بطريقة مختلفة ونضيف عليه نكهة جديدة. المرة دي هنعمله في زيت الزيتون. هنضيف زيت زيتون في الفشار، هنحط رشة ملح، هنستناه لحد ما يجهز. احنا تقريبا الفشار كده بيفرقع وقدامه بالظبط اقل من دقيقتين ويبقى جاهز. الفشار كده بقى جاهز، وهنضيف عليه النكهة المختلفة اللي قلت لكم عليها وهي البابريكا. هنرش عليه البابريكا وهنقلبه شوية، وكده الفشار الصحي المختلف بقى جاهز. الكول سلو سلطة مفضلة عند ناس كتير، بس مشكلتها انه فيها سعرات حرارية عالية. النهارده هنعملها بطريقة تخلي سعراتها الحرارية اقل بكتير. اول حاجة هنعملها عشان تخلي السعرات الحرارية اقل انه نخفف المايونيز ونضيف زبادي نسل خالي الدسم. هنحط علبة زبادي نسل خالي الدسم مع معلقتين صغيرين مايونيز خفيف، وهنزود عليهم شوية خل تقريبا معلقة، وهنستبدل السكر بمعلقة عسل وشوية تفاح أخضر مبشور. هنخلط الصوص، وهنضيف الكرنب اللي مبشور ناعم، هنضيف الجزر، هنخلط المكونات كلها مع الصوص، وبكده السلطة جهزت. وبكده بقى عندنا سلطة كول سلو خفيفة وصحية. كلنا كبرنا على أطباق تقليدية مصرية بنحبها جدا، بس مش معنى إنه إحنا اخترنا نمشي على نظام صحي متوازن إنه ما ناكلهاش. كل اللي ممكن نعمله إنه نختار طرق صحية أكتر عشان نعملها. النهاردة هنعمل الغداء المسقعة التقليدية، بس هنحاول نخفف فيها الدهون ونخليها صحية أكتر. أول حاجة هنعملها عشان نخلي الدهون خفيفة إنه هنقطع البتنجان شرايح رفيعة وهنحطه على صينية في الفرن مع زيت زيتون ونحمره 5 دقايق على كل ناحية. وأنا حضرت لكم بتنجان شويناه في الفرن خليناه تقريبا 10 دقايق وبقى كده جاهز. الحاجة التانية اللي هنعملها إنه هنختار لحمة مفرومة تقريبا ما فيهاش دهون، هنحمرها بشوية زيت زيتون، بصلاية صغيرة، هنضيف عليها اللحمة، هنضيف عليها معلقة ملح صغيرة ورشة فلفل ورشة قرفة. دلوقتي هضيف عليها طماطمايه متقطعة صغير، وهضيف عليها معلقة صلصة طماطم. ممكن ابتدي ارص البتنجان لحد ما اللحمة تستوي. اللحمة كده استوت وممكن نضيفها على الصينية. واحنا هنا مقطعين فلفل رومي اخضر، هنضيف رق منه. دلوقتي هنكمل البتنجان. اخر حاجة هنعملها ناخد باقي كمية اللحمة
واخر خطوه هاخد شويه طماطم وارصهم في النص. دلوقتي هندخلها الفرن على درجه حراره 180 لمده 30 دقيقه. وبعد 30 دقيقه بقى عندنا طبق مسقعه صحيه وخفيفه وجاهزه تتقدم. ساعات كتير بنحب نعمل على العشاء سندوتشات لانها سهله وسريعه لوجبه في اخر النهار، بس ساعات كتير برضه بنضيف عليها اضافات مش صحيه بتضيع قيمتها الغذائيه. النهارده هنعمل ساندوتش بسيط اللي هو جبنه مع طماطم بصوص جديد وهو صوص البيستو. كل اللي هنعمله هناخد الريحان نحطه في الخلاط، وهنضيف عليه جبنه رومي او جبنه بارميجان اللي متوفر عندنا. هنضيف عليه فصين او 3 فصوص ثوم مفرومين، وهنضيف عليه ملح وفلفل اسود، وهنضيف عين جمل، واخر حاجه هنضيف من ربع لنص كوبايه زيت زيتون. وبكل بساطه هنخلطهم وكده يبقى البيستو جاهز. هنحضر الساندوتش. بكل بساطه هناخد معلقه من البيستو، هناخد قطعه جبنه صفراء، وناخد شريحه من الطماطم، وهحط شويه بيستو على الطماطم. وبكده ساندويتش الجبنه بالطماطم بالبيستو بقى جاهز، وعملنا عشاء سريع وخفيف بطريقه جديده وصحيه. ابعتوا لنا على الفيسبوك وشاركونا على الانستجرام في ايه اكتر حاجه غيرتوها في نظام اكلكم من ساعه ما تابعتونا، وما تنسوش تحطوا هاشتاج اخترت صحتي.